مرحبا بكم أصدقائي في قناتي على يوتيوب فورتكس، حيث نغوص معا في أعماق التاريخ الغامض والقصص الحقيقية التي تجمع بين الجريمة، المغامرة والأساطير. إذا كنتم جدد هنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط على الجرس ليوصلكم كل جديد، وأعطوني لأيك إذا أعجبتكم الحلقة. اليوم، في تاريخ خاص يوافق 23 من نوفمبر يوم ميلاد أحد أشهر الخارجين عن القانون في الغرب الأمريكي، سنروي قصة هنري ماكارتي المعروف بلقب بيلي ذا كيد. هذه القصة مليئة بالدماء، الهروب الدرامي، والغموض الذي يحيط بحياته القصيرة، وهي مثال حي على عصر الغرب المتوحش. هل كان مجرماً شريراً أم بطلاً شعبياً؟ دعونا نبدأ السرد الكامل خطوة بخطوة، مع تفاصيل تاريخية دقيقة ستجعلكم تشعرون كأنكم في قلب الأحداث. ولد هنري ماكارتي في 23 من نوفمبر لسنة 1859 في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، لأبوين مهاجرين إيرلنديين. كان والده غير معروف بشكل مؤكد، لكن بعض المصادر تشير إلى أنه يدعى باتريك ماكارتي، الذي توفي أو اختفى مبكراً. أما والدته كاثرين ماكارتي، فقد كانت امرأة قوية تعمل في غسل الملابس لإعالة أسرتها. كان لدى هنري أخ أصغر يدعى جوزيف، ونشأ في أحياء نيويورك الفقيرة، مليئة بالمهاجرين والجريمة. في تلك الفترة كان نيويورك مدينة مزدحمة بالفقر والأمراض، مما جعل طفولة هنري صعبة. مع اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية في الستينيات، انتقلت العائلة غرباً بحثاً عن حياة أفضل. استقروا أولاً في إنديانا، ثم في كنساس، وأخيراً في نيو مكسيكو حوالي عام 1870. هناك تزوجت كاثرين من رجل يدعى ويليام أنتريم، الذي أصبح زوج أم هنري. لكن العلاقة بين هنري وأنتريم لم تكن جيدة، وكان هنري يعرف أحياناً باسم هنري أنتريم أو كيد أنتريم بسبب صغر سنه وقامته النحيلة. في عام 1874 توفيت والدة هنري بسبب مرض السل في سيلفر سيتي، نيو مكسيكو، وهو في 14 من عمره فقط. تركه أنتريم وحده، فأصبح هنري يتيماً يعتمد على نفسه. بدأ يعمل في وظائف صغيرة مثل غسل الصحون في الفنادق، لكنه سرعان ما انحرف نحو الجريمة. في عام 1875 اعتقل لأول مرة بتهمة سرقة ملابس ممغسلة، لكنه هرب من السجن بطريقة ذكية: تسلق المدخنة. انتقل هنري إلى أريزونا، حيث عمل في مزارع وكازينوهات. هناك في عام 1877 ارتكب أول جريمة قتل له. خلال مشاجرة في سلاون، قتل رجلاً يدعى فرانك ويندي بالكهيل، الذي كان يسخر منه ويهاجمه جسدياً. كان هنري في 17 أو 18 عاماً فقط، وهرب مرة أخرى إلى نيو مكسيكو، حيث بدأ يستخدم اسم ويليام إتش بوني، الذي أصبح لقبه الشهير بيلي ذا كيد. في نيو مكسيكو انضم بيلي إلى عصابة تعرف بالمنظمين، وهي مجموعة من الرعاة والمزارعين الذين يقاتلون ضد احتكار تجاري في مقاطعة لينكول. كانت حرب مقاطعة لينكول صراعاً دموياً بين فصيلين، واحد يديره جون تونستال، والآخر يديره لورانس موريفي وجيمس دولان، الذين كانوا يسيطرون على التجارة والسياسة. بدأت الحرب باغتيال تونستال، مما دفع المنظمين بقيادة بيلي إلى الانتقام. شارك بيلي في عدة اشتباكات، بما في ذلك معركة لينكول الشهيرة في يوليو 1878، حيث حوصر في منزل وأشعل النار فيه، لكنه هرب تحت غطاء الدخان. خلال هذه الفترة قتل بيلي عدة أشخاص، بما في ذلك شريف برادي ونائبه. أصبح بيلي مطلوباً، ووعد الحاكم لوالس بعفو عنه إذا شهد ضد الآخرين، لكنه لم يفي بالوعد. استمر بيلي في حياة الجريمة، يسرق الماشية ويهرب من السلطات. في ديسمبر 1880 قبض عليه الشريف باتغريت في ستيتسون فورت، نيو مكسيكو. حُكم بيلي بتهمة قتل الشريف برادي، وحُكم عليه بالإعدام شنقاً. لكن في 22 من أبريل لسنة 1881 هرب بيلي من سجن في لينكول بطريقة أسطورية. قتل حارسين باستخدام مسدس مخفي،
ثم فر على حصان. أصبح بيلي هدفاً لمطاردة شرسة من قبل غريب. في 14 من يوليو لسنة 1881 في فورت سومنر، نيو مكسيك، وجد غريب بيلي في منزل صديق وأطلق عليه النار في الظلام، مما أدى إلى مقتله فوراً. كان بيلي في 21 عاماً فقط. لم يدفن جثمانه في قبر رسمي، مما أثار شائعات بأنه لم يمت حقاً وأن شخصاً آخر قتل بدلاً منه. رغم عمره القصير، أصبح بيلي ذا كيد رمزاً لعصر الغرب البري. ارتكب حوالي 21 جريمة قتل، لكنه كان ينظر إليه كبطل شعبي بين الفقراء والمكسيكيين بسبب مقاومته للفساد والاحتكار. ألهمت قصته عشرات الأفلام، الكتب والأغاني، مثل فيلم بادغريت وبيلي ذا كيد لسام بيكينبا. حتى اليوم يدرس تاريخه كجزء من التراث الأمريكي، وهناك جدل حول عدد جرائمه الحقيقية، بعضها مبالغ فيها لصنع الأسطورة. شكراً لكم على المشاهدة. إذا أعجبتكم قصة بيلي ذا كيد، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم وأخبروني في التعليقات. هل تعتقدون أنه كان مجرماً أم بطلاً؟ لا تنسوا الاشتراك للمزيد من القصص الغامضة والتاريخية. إلى اللقاء في الفيديو القادم. ابتسامة وجه وأعين.